ماشي، ماشي. عيطنا كتير يعني متخيلين اتعشمنا بزيادة. احنا اتعشمنا بزيادة. انا كنت متوقعة الماتش هيخلص يعني قبل الماتش كنت متخيلة ان احنا ممكن نكسب 3-0. وبعد كده قلت برضو احنا لو فضلنا يعني ادائنا كان حلو مش بعيدة نكسب مثلا 5-0. بس لما الماتش ابتدى من جوايا قلت يعني كويس لو صمدنا شوية. آه، بس ما صدقتش عيني بصراحة. لما الماتش بالعكس، الماتش لما ابتدى تخيلت فعلا، صدقت فعلا ممكن نكسب 5-0. يعني انا قلت نفسي ان انا متفائلة قوي ان احنا لو كسبنا 3-0. بس لما الماتش فعلا ابتدى ندخل الجون الاول وبعدين الجون الثاني وادائنا كان ممتاز. بالرغم الحكم، الواحد احلامه زادت. فالدنيا اتقلبت فجأة يعني خلاص، يعني وصلنا مثلا خلاص قلت يعني 2-0 ومش بعيد ندخل دلوقتي التالت، مش بعيد ندخل كمان 5. الأداء يعني رفع أحلامك قوي. لأن برضو احنا قلنا كويس أوي لو صمدنا قدام الأرجنتين عندنا حلم كبير اللي احنا كنا ممكن نكسب، بس برضو يبقى حلم. قلنا كويس مثلا يعني لو كسبنا مثلا 1، لو تعادلنا يبقى حلو، لو الموضوع خلص بضربات يعني ضربات ترجيح يبقى حلو قوي. لكن ان احنا يبقى عندنا الصمود ده كله ونلعب بالاداء الممتاز ده، والاهم من ده كله ايه؟ مصطفى شوبير صد ضربة جزاء بتاعت مين؟ بتاعت ميسي الأسطورة. اللي هو مثلا لحد من 20 سنة لو قلت لك مثلا مصطفى شوبير يعني حارس مرمى مصري هيقف قدام ميسي بضربة جزاء ويوقفها له، انت كنت هتصدق؟ يعني لو قلت لك الكلام ده من 10 سنين ولا من 20 سنة كنت هتصدق؟ مستحيل. بس هو احنا ليه بقى مصدومين بقى؟ احنا ليه مصدومين الصدمة الجامدة دي مع ان احنا بنلعب الأرجنتين يعني منتخب قوي جدا يعني. حتى البرتغال طلعت امبارح. لكن احنا مصدومين. يعني برضه احنا مش مصدقين احنا وصلنا للمرحلة دي، بس احنا ليه مصدومين كجماهير بالذات؟ واكيد طبعا كلاعيبه يعني مصدومين عشان خاطر انت يعني خلاص انت مثلا جيت في الدقائق الاخيره، انت يعني شفت الاداء في الاول فقلت خلاص قربت تصدق احنا ممكن نصمد. وبعد كده جيت شفت في الشوط الثاني كمان جبنا جون تاني، فقلت لا ده احنا كده هنكسب خلاص بقى، يعني احنا كده داخلين على الجون الثالث. يعني احنا اصلا في الشوط الثاني خلاص الناس استعدت خلاص بقى، يعني احنا قلنا مثلا احتمال نكسب فهنحتفل بعديها، لكن احنا في الشوط الثاني بالذات قلنا خلاص الماتش كده بيتقفل. وكل واحد بقى قعد يحلم واللي قال مثلا يا سلام لو اقضي الاجازه بتاعتي في امريكا، طب فيها ايه لو حضرت المنتخب في امريكا؟ طيب ممكن طيب مصر مش بعيده والله تكسب كاس العالم لو فضلت بالاداء ده. المهم الواحد احلامه زادت كده وارتفعت وعليت كده، وقلنا خلاص بقى احنا كده هنقفل ان شاء الله كاس العالم هيبقى لمصر. ان بجد مش هزار، لو الاداء كان كمل كده وكنا كسبنا الارجنتين انا ما استبعدش ان احنا نكسب فعلا مصر تاخد كاس العالم. وليه لا؟ وليه لا؟ ما دام لعبوا بالاداء القوي ده. وحتى هيثم حسن اللي كنت بنتقده في الماتش اللي فات، لا المره دي ما كانش اناني ومرر الكوره وكل حاجه جميله. يعني الحمد لله كابتن حسام حسن سمع كلامي هو تدارك الموقف. الله يكون في عونه بصراحه. انا حاسه يعني ممكن ننظره في المستشفى بقى، ربنا يقويه يعني هيقع من طوله فعلا بجد. خلاص انت ماسك الماتش وخلاص بقى هتحتفل وفاضل لك دقايق بسيطه، يعني في تلت ساعه جبت لنا 3 اجوان. ف... عشان كده احنا اتصدمنا يعني. لكن احنا اساسا احنا اتكلمنا صح يا جماعه، احنا اتكلمنا مثلا من شهر يعني مش بعيد يعني. وقلت لك الارجنتين هتلاعب مصر، وكمان مش مصر بقى مش هتصمد قدامها وتدعي ربنا ان هو ما يخشش فيها جوال، لا ده مصر كسبه الارجنتين 2 وكمان الحكم كان ضدنا ومع ذلك دخلنا جونين ومع ذلك صدينا ضربة جزاء. مين اللي صدها؟ شوبير. صدها لمين يا جماعة؟ لميسي الأسطورة. انت كنت هتصدق الكلام ده؟
يعني إحنا برضه يعني هنستنى نستوعب الموضوع ده شوية بشوية، بس إحنا دلوقتي مصدومين عشان إحنا كنا يعني خيالنا حجز التذاكر في أمريكا خلاص، وقلنا والله الواحد هيسافر والّا يشوف هيجمّع فلوس من مين ده عشان يروح بقى يحتفل هناك، ونحضر مصر في كأس العالم وهي بتاخد كأس العالم. يعني الواحد برضه خياله إيه، قال الحمد لله يعني. خلاص بقى وخلاص يعني في أسوأ الأحوال وأكتر حد متشائم قال خلاص الماتش هيخلص بقى هنروح فين بقى عشان نحتفل. ففجأة الناس وهي بتحلم كده وبتفكر ييجي بقى إيه 3 أجوان كده ورا بعض، أنت ما لحقتش تاخد نفسك يعني. يعني مش هاقول قدّر الله ما شاء فعل، لإن برضه الموضوع دخل يعني طبعًا كله يعني قدر من ربنا، بس ما دام السياسة دخلت في الموضوع فإيه، قُل بسم الله الرحمن الرحيم يعني. يعني حتى تقريبًا ممكن لو حتى كنا جبنا 3 أجوان بعد الجونين وجبنا فعلًا 5-0 برضه كان ممكن مش بعيد ال3 أجوان اللي هنجيبهم بعد الجونين دول ما يتحسبوش، 3 ما يتحسبوش عادي جدًا، ما دام الموضوع دخل في السياسة. وبرضه يعني هنستبعد ليه طيب، يعني ليه تستبعد إن السياسة بتغيّر كل حاجة؟ يعني أنت عندك مثلًا حد زي جاكي شان. جاكي شان ده يعني الفنان الكوميدي المعروف يعني الآسيوي، تقريبًا هو أول واحد دخّل آسيا العالمية، يعني أول ممثل يعتبر دخّل آسيا العالمية، بقى أي حد بعد كده جه بعديه جيت لي وكده هو الناس دي. و ولاعب قوي جدًا وفنون قتالية بقى والصين والحاجات دي كلّها وكان بيتضرب بجد وجسمه كلّه اتكسّر في الأفلام تقريبًا، يعني فعلًا كان بييجي له إصابات بجد. ب يعني فعلًا كان كان فنان قوي جدًا، ومع ذلك ما خدش أبدًا جايزة أوسكار عمره كلّه ومسيرته في أمريكا وفنان عالمي وكل الحاجات دي لسه ما خدهاش غير قريب يعني. اللي هو جسمه بيقول أنا جسمي كلّه اتكسّر وجروح كتيرة وما فيش حتّة في جسمي تقريبًا ما اتكسّرتش، يعني تقريبًا ما فيش حاجة فيه ما اتكسّرتش في الأفلام والتنطيط اللي كان بيتنططوا والحاجات دي كلّها، بس ادّوا له جايزة أوسكار متأخّر جدًا. ليه؟ عشان أمريكا ضد الصين، عشان خاطر أمريكا ضد الصين لأ أنا مش هاجامل حد حتّى لو ممثل قوي وحتّى لو عالمي وحتّى لو ما حصلش. فدي حاجة معروفة يعني. وبرضه أنا وأنا عارفة الموضوع ده هتنتقدوني فيه، آمم أنا بانتقد برضه فكرة ما كانش في داعي إن إحنا نرفع علم فلسطين. هتقولوا لي ليه؟ لإن برضه إحنا استفدنا إيه دلوقتي؟ يعني أنا مثلًا إمتى هادعّم مثلًا لو يعني مصر ما استفادتش حاجة ولا فلسطين استفادت حاجة. الموضوع ما كانش أكتر من استفزاز، آمم وحطّونا في دماغهم أكتر ما هم حطّونا في دماغهم. أنا إمتى باعمل كده؟ لو فعلًا الموقف ده هيأيّد فلسطين، لو الموقف ده فعلًا هيودّي فلسطين في حتّة تانية أو هيرفع عنها حاجة. لكن اللي حصل فعلًا إن إحنا ما استفدناش حاجة ولا فلسطين استفادت حاجة لمّا إحنا رفعنا العلم، وكده، كده موقفنا معروف، يعني معروف إن العرب أكيد مع الفلسطينيين، فإحنا مش محتاجين نأكد الموقف ده. يعني أنا مش عارفة أكيد الكل هيبقى ضدي في الحكاية دي، ممكن أبقى غلط، بس أنا رأيي إن إحنا ما استفدناش حاجة لمّا رفعنا علم فلسطين يعني. يعني كل اللي فيها وإحنا عارفين أصلًا إحنا بنلاعب مين، يعني إحنا بنلاعب مين ومين اللي ماسك الفيفا والحاجات دي كلها، فاستفدنا إيه؟ استفدنا إيه؟ ما استفدناش حاجة. فأنا إمتى بقى أعمل الحركة دي لو فعلًا الحكاية دي طبعًا دي مش حركة طبعًا يعني حاجة تُحترم من كابتن حسام حسن، بس اللي باتكلم فيه إن هو ما لهاش داعي، يعني برضه المفروض ما كناش نشجعه على كده، المفروض ما كناش نشجعه على كده ونخسر حلم كبير وكده. إحنا ما يعني يعني مثلًا مش هو مثلًا يعني أنت ما كنتش مضطر لحاجة زي كده، يعني مثلًا مش أمريكا مثلًا حطّتك وقالت لك طب هتختار فلسطين والّا إسرائيل، فأنت قُلت لأ طبعًا هاختار فلسطين، لكن ما فيش حد حط لك الاختيار ده عشان تضطر تختاره. أو تدعّم موقفك، معروف إحنا بندعّم فلسطين، فما كناش مضطرين نعمل كده يعني ما فيش أي جهة استفادت في الموضوع، كل اللي فيه اعتبروه ده استفزاز، ما دام أنت دخّلت السياسة في الكورة خلاص هاورّيك بقى. وأصلًا على فكرة أقول لك على حاجة برضه، هو من غير برضه السياسة هو الموضوع صعب الموقف، بس حتى من غير سياسة ولا حاجة إحنا عارفين إحنا كعرب عاملين إزاي. يعني أنا افتكرت برضه وده تفكير خاطئ يعني، افتكرت قُلت إحنا تجاوزنا الموضوع، يعني خلاص ناس كتيرة بقت بتدعّم القضية وأكيد يعني إحنا حتى لو دعمنا الموضوع مش الدنيا مش هتبوظ يعني أنا يعني العنصرية ما عادتش زي زمان، ما عادش زي الأول يعني. بس لأ طلع برضه إحنا على قديمه يعني، طلع برضه لسه التفكير زي ما هو وأنتم إزاي تعملوا كده وإحنا بنكره العرب والحاجات دي كلها. ف ده اللي حصل، إحنا بنكره العرب، فمعروف موقفنا.
معروف موقفنا. وأنت تقريبًا ما كنتش بتلاعب الأرجنتين بقى، أنت بتلاعب بقى قضية تانية ومعروف مين اللي كسبها ومعروف مين اللي ماسك العالم، معروف يعني، معروفة. عشان كده قُلت لك أنت حتى لو جبت 6-0 ما كانوش هيتحسبوا يعني، حلو أوي إنهم حسبوا لك الاتنين. ولو لغوا لك جون كنت هتعمل يعني الحمد لله إحنا طلعنا كويسين يعني. الحمد لله إن حتى الجونين اتحسبوا. آآ برضه أيًا كان يا جماعة، حتى هافترض مثلًا، بس أنا ما اتخيلتش بصراحة حكم للدرجة دي يعني، قُلت مثلًا ممكن يبقى متحيز بيهم شوية بس مش للدرجة دي. إحنا تطورنا يعني، يعني تطورنا يبقى في تحيز ضد العرب للدرجة دي. الحاجات دي برضه الحاجات دي بتحصل في ماتشات زي برضه الهند وباكستان يعني، بما إن طبعًا أمريكا بتدعم الهند. ف أحيانًا برضه بيبقى في تحيز شوية ضد باكستان، وأحيانًا برضه العكس، فبيبقى داخل في موضوع مثلًا لو مباريات ما بين الهند وباكستان بيبقى داخل فيها السياسة، فبيبقى برضه الموضوع بيبقى الكرة في السياسة، أو هتقول لي السياسة داخلة في كل حاجة، بس اتكلمي في السياسة في الكاوتش، السياسة في كل حاجة. زي فعلًا الفيلم بتاع صعيدي في الجامعة الأمريكية، الجملة اللي قالها فتحي عبد الوهاب، فعلًا السياسة في كل حاجة. بس أنا باتكلم إحنا ما كناش مضطرين يعني، ما حدش مثلًا خيّرنا فإحنا يا جماعة اللي إحنا بنختار فلسطين، معروف موقفنا يعني، تمام. ومعروف برضه يعني برضه مش هنعمل نفسنا جاهلين وعارفين موقف الأجانب من العرب عامةً، بس بيني وبينكم ما أعرفش للدرجة دي يعني، ما أعرفش إن موقف يعني طبعًا باتكلم على السياسات مش شرط الشعوب يعني. ما اعرفش برضه السياسات برضه عندها التحيز السيء ده يعني. الحمد لله، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. هلا بصوا يا جماعه، احنا على فكره احنا دلوقتي زعلانين ومتوترين، احنا بجد اثناء الماتش حلمنا احلام بنت لذينه يعني. يعني الحمد لله. فاحنا بس لو قعدنا شويه، نقعد بس شويه ونهدى كده، يعني مش هنصدق اصلا احنا كنا بنلعب الارجنتين وميسي قعد يعيط وحس بالاحباط وما كناش عارفين يعني. يعني ما كسبوش تقريبا غير بالتوصيه. انتوا متخيلين يا جماعه احنا برضه مش مستوعبين الموقف، بس احنا عشان مصدومين في احلامنا بقى قلنا هنوصل لكاس العالم. وفعلا على فكره ده كان وشيك لو احنا لعبنا بنفس الطريقه بنفس الروح، وطبعا لو كنا كسبنا الارجنتين وما اتغرناش وكملنا، والله مش بعيده كنا نكسب كاس العالم، مش بعيده. طبعا لو ما دخلتش السياسه في الموضوع. بس بقى قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. بس إحنا والله أنا عارفة إحنا يعني أنا شوية كده بس هاستوعب بس اللي حصل هانبسط والله هانبسط، بس إحنا دلوقتي بس مهضوضين شوية. يالّا سلام، سلام.